اشوف الدنيا فيها ايه. فلقيت فيديو عظيم الحقيقه. عنوان الفيديو: فضل المغرب على مصر وبلاد الشرق. فقلت ادخل اشوف الفيديو، يمكن يعني اعرف معلومه او استفاد حاجه. فالراجل الحقيقه ابتدى الفيديو بمعلومه في منتهى الخطوره، يقول لك المرسي ابو العباس المدفون في مصر مغربي. فانا مش عارف ايه العلاقه المرسي ابو العباس. يعني المرسي ابو العباس يا جماعه اصلا مش بلاد المغرب، المرسي ابو العباس مولود في بلاد الاندلس. فانا مش عارف يعني افهم العلاقه ما بين بلاد المغرب وبلاد الاندلس. دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. ده مش كده وبس، ده المرسي ابو العباس اساسا بترجع اصوله لبلاد العرب، شبه الجزيره العربيه، وجده قيس بن سعد ولي مصر، وجده الاكبر كان من الانصار. فانت باي حق تقول فضل بلاد المغرب على مصر؟ يا سيدي ماشي، ليكوا فضل على الدنيا كلها، لكن لما تيجي تقول كلام يعني اقرا الاول. الا تقرؤون؟ الا تتدبرون؟ الا تعقلون؟ انا مش قادر افهم. يعني انا نفسي بجد اعرف الناس دي بتشرب الصبح ايه. بيقول لك كمان احمد البدوي اشترك في معركه حطين وكان ليه دور عظيم في المعركه دي. معلش بس يعني احمد البدوي هو اتولد سنه كام؟ 1196. 1196. معركة حطين بقى اللي هو المفروض اشترك فيها كانت سنة كام؟ 1187. يعني بالله عليك الراجل هيشترك ازاي في المعركة وهو لسه ما اتولدش اساسا؟ يعني يا جماعة بالله انتوا بتشربوا ايه؟ انا نفسي اعرف انتوا بتشربوا ايه؟ يعني قول لي كده لما بتصحى الصبح بتشرب ايه؟ يعني الدماغ دي، يعني الدماغ متكلفة، اكيد شرب لها حاجة صنف عالي قوي. فبالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم عقلوا، يعني وزنوا الكلام قبل ما تقولوه. ويقول لك ان اغلب جيش المسلمين بقياده صلاح الدين اساسه من المغرب، يعني اغلب الجيش من المغرب. ماشي يا عم، انا ما عنديش اي اعتراض، بس انت اديني دليل. لما تيجي تقول كلمه او تيجي تقول معلومه لازم يكون في دليل. يقول لك ايوه ده ابو الحسن الشاذلي كان هو القائد الميمنه لجيش المسلمين. لا اله الا الله. ما انت برضه لو اتاكدت ابو الحسن الشاذلي ده اتولد امتى هتلاقيه اتولد برضه بعد معركه حطين. انا نفسي افهم يعني الناس دي بتشارك في المعركه ازاي وهي لم تولد بعد؟ يعني بارواحهم ولا باللاسلكي ولا ازاي؟ يعني حاول تفهمنا. المشكله ان هو عامل قناه على اليوتيوب وعمال يصدر في معلومات ليس لها اي اساس من الصحه. هو بيعتمد ان في ناس مش هتقرا، في ناس مش هتبحث وراه.